تخيل ان انت اسوأ مستثمر في العالم في التوقيت. كل مره بيبقى معاك فلوس تستثمرها في البورصه كنت تستنى لحد ما السوق يوصل لاعلى مستوى في تاريخه وبعدها بس بتشتري، ولا مره اشتريت وقت الهبوط، دايما عند القمه. طبيعي انك تفتكر ان الشخص ده خسران، صح؟ لان هو كده ماشي عكس النصيحه بتاعه تشتري بسعر قليل. طب دلوقتي تخيل معايا شخص تاني، الشخص ده عمره ما كان بيخش لما السوق يكون مرتفع، دايما بيستنى تصحيح، وعلشان كده كل ما السوق يعلى يستنى الصحيح 10% علشان يعرف يخش. في شخص تالت خايف اصلا يستثمر، كل شويه يقول لسه شويه، مش النهارده بعدين، وعمره ما استثمر في حياته. والشخص ده بالذات احنا عارفين نهايته، لان التضخم هيقعد ياكل فلوسه سنه ورا سنه. لكن السؤال الحقيقي بقى، مين الاحسن؟ اللي اشترى دايما عند القمه لكن بشكل دوري، ولا اللي كان بيستنى تصحيح علشان يعرف يخش يستثمر؟ وهل فعلا الشراء عند القمم بتاعت السوق اسوأ من الانتظار، ولا الانتظار ده ممكن يكون بيكلفك اكتر؟ وده بالظبط اللي احنا هنتكلم عنه النهارده باستخدام ابحاث حقيقيه وشويه ارقام بسيطه هتخليك تبطل تسال السؤال المحير كل الناس اللي هو بتاع اشتري امتى. خلينا بقى نتخيل شخصين، الاولاني اسمه وائل عارف ان محدش يعرف يحدد توقيت السوق بدقه، لكن عنده قاعده ثابته ان هو مش هيشتري غير اما السوق ينزل على الاقل 10%، يعني هيستنى اي هبوط لحد 10%، بعد كده ممكن يبدا يخش يستثمر. اما الشخص الثاني هو باسل، وباسل كل ما يبقى معاه فلوس بيستثمرها فورا سواء السوق عالي او هابط. بس المشكله ان باسل حظه وحش قوي، كل ما يجي يستثمر بيكون السوق عند اعلى قمه ليه. بالمنطق الطبيعي المفروض ان وائل يكون بيكسب اكتر لانه بيتجنب الاسعار المرتفعه، اما باسل بيشتري في اسوأ توقيت ممكن حد يشتري فيه. لكن الحقيقه اللي هتصدمك ان هو الموضوع مختلف تماما. قبل ما نشوف الارقام لازم نفهم نقطه مهمه جدا، الانتظار لحد ما السوق ينزل ممكن يبان ان هو تصرف حكيم، لكن في الحقيقه ممكن ده يبان نوع من انواع توقيت السوق، لان انت بتراهن ان الاسعار في المستقبل هتكون اقل من النهارده. والمشكله ان الرهان ده مش لازم يفشل عشان السوق ما نزلش، لكن علشان السوق قعد فتره اطول من المتوقع علشان ينزل. وده اللي بيحصل مع ناس كتير، مش لانهم كانوا غلط ان ممكن يحصل هبوط، لكن عشان هم استهانوا قد ايه الاسواق الصاعده دي ممكن تستمر. طيب البيانات بتقول ايه؟ في محللين حللوا اداء اس ام بي 500 سنه 1990 وعملوا 3 استراتيجيات مختلفه. شخص بيستنى هبوط 10% قبل ما يستثمر، شخص بيستثمر كل ما السوق بيحقق قمه جديده، وشخص بيستثمر في ايام عشوائيه. والنتيجه كانت مفاجاه، الاستثمار عند القمم حقق عوائد اعلى من اللي كان بينتظر، لا ده كمان تفوق على الناس اللي كانت بتستثمر في ايام عشوائيه. طب ازاي ده اصلا ممكن؟ عشان القمم التاريخيه دي غالبا مش بتحصل لوحدها، يعني السوق مش بيوصل لقمه واحده وبعد كده بينهار، لا ده في اوقات بيوصل لقمه بعد كده قمه ثانيه جديده، بعد كده قمه ثالثه اعلى منهم هما الاثنين، وهكذا. ففي الوقت اللي وائل قاعد مستني فيه التصحيح السوق لسه بيكمل صعود، واحيانا الهبوط اللي كان مستنيه ما بيجيش اصلا، ولو جه بيكون السوق طلع اكتر من النسبه ال 10% اللي كان مستنيها اصلا ان هي تنزل. وده حاجه اسمها تكلفه الانتظار، تكلفه كده انت مش بتحس بيها لكنها موجوده. انت بتخسر مكاسب، بتخسر العائد المركب، بتخسر الفوائد او التوزيعات اللي كانت هتتوزع لك من الشركات دي، والاهم من ده كله بتفقد او بتخسر الوقت. طيب وباسل، اكيد باسل لو كان مثلا استثمر في الوقت بتاع قبل انهيار 2008 مثلا كان هيخسر في الاول، لكن باسل ما استثمرش مره واحده، كان بيستثمر كل سنه، وقت الهبوط وقت الصعود ووقت التعافي. وده معناه ان استثماراته القديمه كان عندها سنين عشان تاخد وقتها في انها تتعافى وتنمو. القمه اللي كانت مخيفه وقتها بعد 20 سنه هتبان كانها نقطه صغيره قوي على الرسم البياني. وزي ما بيقولوا كده، فكر فيها كانك بتزرع شجره، هل هيفرق اكتر انت زرعتها في يوم كان مشمس ولا يوم كان فيه السحب مغطيه الشمس؟ مش قوي، اللي هيفرق ان انت زرعتها بدري واديتها وقت انها تكبر. طب خلينا نتكلم عن الجانب النفسي، لو انت حسيت ان السوق عالي قوي فغالبا انت مش لوحدك، والسبب ان علينا متعلق بحاجه اسمها كره الخساره. الخساره دي بتوجعنا اكتر بكتير من فرحه المكسب، عشان كده السوق اما يكون عند اعلى مستوى عقلنا بيقول ان ده خطر، مع ان التاريخ دايما بيقول ان القمم الجديده بيتبعها دايما قمم اجدد. وفي دراسه تانية مهمه جدا بتدرس حاله المستثمر لو فوت اهم الايام اللي في السوق، النتيجه اللي كان بيستثمر بانتظام باستمرار حقق عائد اعلى بشكل ضخم عن اللي فاتوا اهم واحسن الايام اللي حصل فيها طلوع خلال السنه. يعني كمثال، انت لو فوتت اكتر 10 ايام حصل فيهم طلوع خلال اخر 20 سنه فانت الربح بتاعك هينزل 50% عن اللي كان مستمر، ولو فاتك احسن 20 يوم برضو المكسب بتاعك هيقل اكتر من 70%. والاهم ان احسن الايام دي غالبا بتحصل بعد الانهيار مباشره، يعني لما الناس تكون خايفه ومستنيه الامور تهدى غالبا السوق بيبدا يتعافى بالفعل. الاستنتاج ايه بقى؟ هل ان انت المفروض تستثمر بدون تفكير؟ لا طبعا، مش بقول لك كده، البيانات بس بتوضح ان انت تستثمر بشكل دوري خلال السوق باستمرار احسن غالبا بكتير قوي من ان انت تقعد مستني ان السوق ينزل. وده الاسلوب اللي معروف بالدولار كوست افريجنج، وده فكرته بسيطه قوي، ان يخليك تشيل المشاعر من الحسبه وتركز على الاستمرار بدل ان انت تقعد تتوقع السوق. لكن قبل ما تروح تستثمر كل فلوسك في صندوق اس ام بي 500 اللي بيتبع ال 500 شركه واعلى 500 شركه في امريكا، في سؤال مهم، كل الدراسات اللي احنا اتكلمنا عليها كانت مبنيه على السوق الامريكي. طب لو السوق الامريكي ده حاله استثنائيه، ممكن تروح لمؤشر شركه تاني اسمه ام اس سي اي بيضم 2500 شركه
من اكبر الشركات حوالين العالم، يعني 5 اضعاف الشركات بتاعت S&P 500. وكمان في S&P 500 اسهم التكنولوجيا بتمثل 41% من الوزن المؤشر، وده معناه ان جزء كبير جدا من مؤشر ال S&P 500 بيعتمد على عدد قليل قوي من الشركات العملاقه. يعني لو الشركات دي كلها تعثرت المؤشر ده هينزل بشكل واضح. وده مش معناه ان S&P 500 ده استثمار وحش، بالعكس تاريخيا هو حقق عوائد ممتازه. مش بس كده، لا وتفوق على المؤشر بتاع MSCI اللي بيضم 2500 شركه من اكبر شركات حوالين العالم. لكن لازم تعرف بس نقطه ان ال S&P 500 ده اقل تنوعا من معظم المؤشرات الثانيه العالميه زي ال MSCI. شكرا ليكم. لو استفدت من الفيديو ده اكتب رايك في التعليقات، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اللي بيعتمد على البيانات والابحاث الحقيقيه مش التخمين والتوقعات، اعمل اشتراك في القناه واستنى الفيديوهات الثانيه ان شاء الله. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.